السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال رابعة ابتدائي حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. معاكم ميس لميا على القناة بتاعتنا الحلوة دي، نشرح فيها مناهج اللغة الإنجليزية، التأسيس، لو بنأسس حد بنعلمه أساسيات اللغة من صغره. النهاردة إن شاء الله إحنا بنشرح يونت 1 الوحدة الأولى لسنة رابعة برايم 4. يونت 1 الدرس الأول. يونت 1 العنوان بتاعها هو the five TH ننطقها the five senses معناها الحواس الخمسة. senses يعني الحواس و5 يعني خمسة. تمام كده. ليه ما قلناش senses وبعدها كلمة 5؟ لأن الأرقام تعتبر من الصفات، الأرقام والألوان تعتبر من الصفات، والصفة بتيجي قبل الاسم، فكان لازم نجيبها هي الأول قبل الاسم. والصورة اللي عندي دي اهي فيها الفايف سنسز. يلا بينا نطلع فوق، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد أول lesson 1. العنوان بتاعنا بيقول what، أدوات الاستفهام. what معناها ما أو ماذا، الدبل تقول للإتش اسكتي مش هننطقها. what ماذا are، ماذا يكون، لأن ده جمع. what are the five senses، ماذا تكون أو ماذا يكون الخمس حواس. عايز يعرف مين هم، يعني قول لي الخمس حواس دول إيه، أسمائهم أو بيعملوا إيه. يلا نشوف مع بعض. أول حاسة عندي اسمها يشم. يشم اسمها smell. يرى يعني see. يتذوق يعني taste، الإيه في الآخر ما ننطقهاش، ولكن بتساعد الإيه إن هي تقول اسمها، يبقى taste. عندي بعد كده يستمع يعني listen. حرف التي هنا silent لا ينطق listen. يلمس يعني touch، مش هنطق الأو برضو على طول touch، السي والاتش تش يبقى touch. دي كده الفايف senses، الخمس حواس بتوعنا. نطلع بعد كده عندي other words، كلمات تانية. لسان يعني tongue. حرف اليو والإي في الآخر لو لاحظنا إن احنا ما نطقناهمش، يبقى tongue وقفنا على حد الج sound. حديقة يعني garden. مدهش أو رائع يعني amazing. الرؤية دي حاسة من الحواس، الرؤية أو الإبصار اسمها sight. زي ما احنا عارفين ان الجي والاتش في النص او في الاخر لا ينطقوا الا في كلمات قليله جدا، حاجات قليله قوي بننطق فيها الجي والاتش في النص او في الاخر، لكن في المعظم الجي اتش في النص في الاخر لا تنطق silent. السمع اسمه hearing. شم يعني smell. دي كده الحواس بتاعتنا. ألوانه كتيرة قوي. ملون اسمها color لون، حطنا لها full يبقى colorful ملون colorful. الفراشة butterfly. لو تقسم الكلمة هتلاقيها كلمة butter الزبدة وfly يعني يطير، حطها جنب بعضها butterfly معناها فراشة. مهم يعني important. ممتاز يعني excellent. دخان يعني smoke. حريق يعني fire. الإي لا تنطق، تساعد بس الآي تقول fire. صوت يعني voice، الإي لا تنطق. موسيقى يعني music. شكل يعني shape. الاس اتش ننطقها shape. شهي أو لذيذ يعني delicious. الكلمة دي معظم الكلمات اللي فيها سي اي بننطقها شين، يبقى delicious. خشن يعني hard. ناعم يعني soft. ضخم يعني huge. الإي في الآخر لا تنطق. صوته عالي loud. الأو واليو بننطقها آو. في كلمة احنا ناسيينها اهي، كلمة آمن يعني safe. افتكر دايما ان الإي في الآخر ما بننطقهاش، ولكن ليها وظيفة ان هي بتساعد الحروف الشقية أو الفاولز ان هما يقولوا اسمهم. يعني مثلا هنا عندي الإي مش هنطقها، إنما هي تساعد الإي تقول A، يبقى safe. أوكي، يلا بينا ناخد الكلمات اللي معاها حروف الجر prepositions. معانا كلمة what a beautiful day، يا له من يوم جميل. يتعلم عن learn about. حاسة السمع sense of hearing.
العالم من حولنا، العالم يعني the world، من حولنا around، حرف جر around. ماذا أيضا what else، يبقى آمن stay safe. على سبيل المثال for example يدينا بعد كده مثال بقى على القاعدة اللي احنا بنشرحها. عندي بعد كده الverbs الأفعال نقسمها بالنص كده، في منها منتظم وفي منها شاذ. يعني ايه منتظم؟ يعني بيتحط له يا اما دي يا اما ed يا اما ied. اوكي. في منها افعال شاذة. طب الافعال المنتظمة اول حاجة اتذوق يعني taste، الماضي بتاعها tasted بالاي. يلمس يعني touch، الماضي touched. help يساعد helped ساعدة. try يجرب tried جربة. الأفعال الشاذة ما بتاخدش لا دي ولا اي دي ولا اي دي، بنغيرها خالص. see يرى saw رأى. smell يشم smelled شم. hear سمع heard يسمع heard سمع. sing يغني sang غنى. دي كده كانت الأفعال بتاعتنا. هنروح بعد كده عند شوية نوتس ملاحظات. حاجة قديمة خدناها قبل كده إن let's معناها هيا بنا، هيا بنا بتيجي في الاقتراحات، لما اقترح على حد يجي يعمل معايا حاجة let's لازم يجي وراها فعل في المصدر infinitive. let's talk هيا بنا نتحدث. let's talk يلا نتكلم about our senses عن الحواس بتاعتنا. حاجة تانية الفعل لو يعني جبنا أي فعل زي مثلا hear يسمع، زي مثلا play يلعب، أي فعل حد بيعمل حاجة وحطنا له ing على طول إيه اللي بيحصل له؟ يلا بينا نشوف. I can hear أنا أستطيع إن أنا hear أسمع birds الطيور singing يغنون sing يغنون. الاتنين صح، الاتنين ايه؟ صح كده. يا اما اجيب الفعل في المصدر يا اما احط الفيرب ing. يبقى لما يكون عندي الحواس هي اللي يسمع smell يشم، لما اجيب وراهم فعل الفيرب ده جاء فيه ing اللي هي ing تمام، جه في المصدر برضو تمام. يلا بعد كده دي مش قواعد يعني حاجات كده ملاحظات بسيطة. الكلمات اللي عندنا يلا بينا او الجمل، جمل مهمة جدا جدا جدا. بنحل منها التشوز اختيارات، بنحل منها الكومبليت كمل القطعة، بنحل منها الري اوردر رتب، وبنعمل منها كمان باراجراف. يعتبر الجمل هي الامتحان نفسه. هتعرف تحل الامتحان لو انت بتذاكر الجمل كويس جدا. يلا بينا. اول حاجه بنقول what a beautiful day، دي على بعضها، لو انت مش عارفها على بعضها مش هتعرف ترتبها، هجيبها لك متلخبطه فمش هتعرف ترتبها. لكن لو انت بتقرا كتير الجمل what a beautiful day، ايه اليوم الحلو ده، in the school garden في حديقه المدرسه. تاني حاجه ده سؤال يبقى what معناها ماذا، what ماذا will we will يعني سوف احنا learn هنتعلم today النهارده. number 3 الجمله الثالثه we will احنا سوف. خد بالك ان will معناها سوف، يا اما اكتبها كده يا اما اكتبها كده، ودي بتاعت المستقبل. we احنا will سوف learn نتعلم about our amazing senses عن حواسنا التحفة. senses رقم الجملة number 4 senses الحواس help us بتساعدنا understand نفهم the world العالم around us، ودي برضو على بعضها the world around us العالم من حولنا. يلا نكمل نشوف عندنا جمل تانية لسه عندنا. number 5 senses الحواس also كمان help us بتساعدنا stay safe نبقى آمنين. if لو انت smell شميت smoke دخان إيه اللي هيحصل؟ we know هنعرف ان في fire حريقة. number 7 I taste أنا بتذوق بدوق delicious food الطعام التحفة. طب بدوقه بإيه بقى؟ with my tongue لساني. number 8 I touch أنا بلمس soft and hard. soft يعني ناعم، hard يعني خشن. حاجة ناعمة وخشنة يبقى أنا بستعمل حاسة اللمس touch. طب أنا touch بإيه؟ بلمس بإيه؟ بالهاندز بتاعتي بإيدي. number 9 I smell flowers بشم الورد in the garden. طب انت smell بتشم بايه؟ قال لي بالنوز بالانف.
طب انت hear music بتسمع الموسيقى بايه؟ بالايرز، بوداني. طب انت see colors I see colors بتشوف الالوان بايه؟ قال لي بماي eyes، بعيني. يبقى كل حاجه بعملها ليها العضو اللي انا بستعملها فيه. touch with my hand، smell with my nose، hear with my ears، see برا with my eyes، بعينيا. دي كانت الجمل، بسيطه جدا وحلوه. نطلع بعد كده عندي التوبيك الليسن ده مش هحتاجه لان انا خلاص قريت الجمل بتاعته. activities الانشطه، ودي هنحلها في فيديو لوحدها. خلي بالك ان تمارين الدرس بتتحل في فيديو لوحده مع الباراجراف. بعد كده عندي lesson 2. كده بقى ايه رايك ان احنا نخلي كل درس لوحده في فيديو عشان انتوا تذاكروا كده وما تدخلش اتنين مع بعض. اشوفكم بقى الفيديو جاي ان شاء الله مع lesson 2. حبايب قلبي، باي.